السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ فاطمه محمد. وصفه اليوم غادي تكون عقده ديال الكاوكاو اللي غنحتاجوا ليها نص كيلو ديال الكاوكاو الغليظ على هذا الشكل هذا. خديته سخنت الماء مزيان حتى غلا، درتو في بانيو وخويت عليه داك الماء وغطيته واحد ربع ساعه. من بعد قشرته ساهل ونشفته، سخنت الفران مزيان، من بعد طفيته ودخلته في صينيه حتى نشف تماما، ما بقاش فيه حتى نقطه ديال الماء. المهم غنحتاجو منه نص كيلو، غنحتاجو 250 غرام ديال السكر رطب كلاصي، غنحتاجو اقل من ربع كاس ديال الماء زهر وربع كاس ديال الزبده دايبه، غنحتاجو قطره من روح الماء الزهر. هادو هما المقادير. ندوزو طريقه التحضير. بالنسبه لهنا النكهه اللي درت انا درت ديال الزهر، نتوما تقدروا ديروا ديال قشور الليمون، تقدروا ديال البرتقال، النكهه اللي بغيتو دخلوها في هاد العقده اللوز. غادي ناخذ الكاوكاو، عفوا سمحوا لي، الكاوكاو ماشي اللوز. غادي نطحن الطحنه الاولى حتى نسالي الكميه، من بعد ندخل معها السكر. ها هو من بعد ما طحنته غادي نضيف عليه ديك السكر، نخلط نضيف عليه ديك الزبده، وعلى حسب الا كان ناشف او لا فازك. الا كان ناشف نديرو نص كاس، كان فيه الزيت راه كنديرو غير ربع كاس. غادي نديرو ديك القطره ديال الروح الزهر، غادي نديرو داك الزهر حتى هو، غادي نخلط ونعاود نطحن مزيان. هنا انا بديت نطحن، نعاود نطحن الخليط ديالي. في حالة ما عندكمش الطحانه كطحن مزيان غادي تخلطوا هاد جميع المقادير اللي ذكرت من البدايه حتى النهايه وديوها عند العطار، راه كيطحن كل كيلو ب5 دراهم او 4 دراهم، كيرجعوا عجينه. هاهي العقده ديالي طحنتها المره الاولى، من بعد عاوتاني عاودت طحنتها المره الثانيه. اللي بغى ينسمها بالقرفه ينسمها، انا غادي نزيد من بعد القرفه. ها هي العقده كتجي على هذا الشكل هذا، راها كتحكمي فيها. ها هي كما قلت لك، اللي عندها الكاوكاو ناشف تزيد الكميه ديال الزبده، ولكن ماشي بزاف، تحترم الكميه. انا هنا غادي نزيدها القرفه ان شاء الله، نحطها في بلاستيكه حتى نبغي نخدم بها، نزيدها القرفه ولا نزيدها قشور ديال الليمون ونستعملهم. نتمنى تكون الفكره عجبتكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه باذن الله وتوصلوا بالجديد. الى اللقاء.